مشاهدي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. رئيس ياسبورغي يكرم الدراج حين يكمل برهان. مكتب الزراعة يناشد المزارعين للتسرع في حصد مزارعهم. ورشة عمل للمصادقة على مسودة إنتاج السماد الطبيعي. انطلاق أول مناورات بحرية مشتركة بين إندونيسيا وروسيا. ضحايا وإخلاء قرى عقب ثوران بركان بشرق إندونيسيا. التغير المناخي يهدد نصف المدن الكبرى في العالم. السلام عليكم ورحمة الله. استقبل الرئيس ياسبورغي في عد هلو صباح اليوم متسابق الدراجات المحترف هينوك مولو برهان بطل إفريقيا لسباق الدراجات 2024، وهنأ فخامته الدراج هينوك مولو برهان للانتصار الذي فتح فصلا جديدا في تاريخ سباق الدراجات في البلاد وإفريقيا. وقال إن هذا الانتصار يبرز أكثر المكانة العالية التي حققتها البلاد في سباق الدراجات، حيث حققت المجد في مجال الدراجات، وشدد على ضرورة التركيز على الرياضات الأخرى لوجود إمكانات كامنة في البلاد. وأعرب الرئيس ياس عن ثقته لتحقيق الدراج هينوك المزيد من الانتصارات ليس في إفريقيا فحسب، بل في السباقات العالمية ليرفع اسمه واسم بلاده عاليا. قدم الدراج هينوك مولو برهان في المناسبة التي حضرها مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد تخله قميص بطولة إفريقيا 2024 للرئيس ياسبورغي. وقال المتسابق المحترف البطل الإفريقي لعام 2024 هينوك مولو برهان لوكالة الأنباء الإريترية إن التشجيع الذي قدمه له الرئيس ياس يمنحه المزيد من القوة في سباقاته المستقبلية. تجدر الإشارة إلى أن الدراج هينوك افتتح فصلا جديدا في تاريخ سباق الدراجات في البلاد وإفريقيا عندما أصبح بطل إفريقيا عام 2022 في شرم الشيخ بمصر، وفي 23 في أكرا بغانا، وفي 2024 في إلدوريت في كينيا. وكان الرئيس ياسبورغي قد كرم في 15 من أكتوبر المنصرم لدى استقباله المنتخب الإريتري لسباق الدراجات الذي حصل على 16 ميدالية، منها 7 ذهبيات في الجنسين في البطولة الإفريقية للدراجات التي أقيمت في كينيا في الفترة من 9 إلى 13 من أكتوبر. أشاد مكتب الزراعة بإقليم الكاشبركة المزارعين للتسرع في حصد مزارعهم وتخزين محاصيلهم جيدا لتجنب فساد الإنتاج جراء الأمطار المتأخرة التي تهطل. وناشد المدير العام لقسم الزراعة والأراضي السيد أبو بكر عثمان المزارعين لمتابعة مزارعهم جيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل هطول الأمطار غير الموسمية التي بدأ هطولها في بعض المناطق، مشيرا إلى أن البلاد شهدت أمطارا جيدة خريف هذا العام، ونتيجة لذلك هناك حصاد واعد في معظم المناطق. وفي إفادته بخصوص أوضاع المزارع والحصاد عامة، أوضح بأنه تم إجراء حملات تجهيز الأراضي للزراعة في مناطق واسعة قبل فصل الخريف، وتم اتخاذ إجراءات ناجحة في 13 مديرية للسيطرة على الجراد وتقديم تدريبات لرفع الإنتاج والإنتاجية. كما حث إدارات المديريات على اتخاذ إجراءات لازمة لمساعدة المحتاجين لضمان عدم تضررهم بالأمطار غير الموسمية. ونادى إلى جمع المحاصيل جماعيا على الرغم من عدم تسبب هطول الأمطار غير الموسمية بأضرار على المحاصيل حتى الآن، إلا أنها تهطل أحيانا وإن من المرجح أن تستمر في الهطول. وتشير تقارير قسم الزراعة والأراضي إلى زراعة أكثر من 272 هكتارا في إقليم الكاشبركة، ووصلت إلى مرحلة الحصاد. عقدت وزارة الزراعة ورشة عمل في أسمرة في الأول من نوفمبر للمصادقة على مسودة إنتاج الأسمدة الطبيعية للاستخدام التجاري. وقال المدير العام لقسم الخدمات القانونية والرقابية في وزارة الزراعة السيد خلاب مسقنة إنه على الرغم من أن استخدام الأسمدة الطبيعية ليس جديدا في إريتريا، إلا أنه لا يوجد موجه رسمي للاستخدام التجاري للسماد السائل والصلب، وقد استغرق إعداد وثيقة بهذا الشأن وقتا طويلا، وإن الغرض الرئيسي من ورشة العمل هو المصادقة على هذه الوثيقة.
وأضاف السيد تخلاب أن وزارة الزراعة ملتزمة بحملة غذاء متكامل للجميع في كل مكان، وتعمل لتحقيق ذلك بالتعاون مع وزارة الثروة البحرية في إنتاج السماد الطبيعي. وتناولت الورشة مسودة الوثيقة لضمان الإنتاج الآمن للأسمدة الطبيعية ذات الجودة والفعالية المعروفة، ترخيص وإصدار الشهادات للأسمدة لضمان جودة منتجاتها، وخلق ظروف سوقية مناسبة، وكيفية جمع النفايات بطريقة آمنة لتحويلها إلى السماد الطبيعي وإنتاج السماد مع وضع الاعتبار لسلامة البيئة. وناقش المشاركون الأسمدة الطبيعية الجافة والسائلة التي سيتم إنتاجها ومزاياها ومحتوياتها، بالإضافة إلى موضوعات أخرى. حضر ورشة العمل التي نظمها لقسم الخدمات القانونية والرقابية في وزارة الزراعة كبار الخبراء الزراعيين، بالإضافة إلى الوزارات المعنية ومنتجي الأسمدة الطبيعية للاستخدام التجاري. تنظم جمعية الصيادلة الإريتريين حملة توعية في الفترة من 4 إلى 10 من نوفمبر الجاري بمناسبة اليوم العالمي للأدوية واليوم العالمي لسلامة الأدوية، تحت شعار الاختيار الواعي حجر الزاوية للاستخدام الآمن للأدوية. تتضمن الحملة إصدارات في المؤسسات الصحية ومحاضرات يتم بثها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. وقال رئيس اللجنة المنظمة للحملة السيد أماني الأرون إن الهدف من الحملة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء هو تشجيع الاستخدام الرشيد للأدوية في المجتمع لضمان العلاج والفعالية والسلامة. وقال إن البيانات العامة لاستخدام الأدوية في مستوى أفضل، مضيفا أنه يجب على المستهلكين تناول الأدوية الموصوفة وفقا للإرشادات والمعلومات المهنية، وتجنب العلاج الذاتي بما في ذلك الأدوية الخاطئة والجرعات الزائدة، وتخزين الأدوية بشكل صحيح، والتخلص من بقايا الأدوية والأدوية منتهية الصلاحية. وتعمل جمعية الصيدلة الإريترية التي تأسست في أغسطس من عام 1992 وتضم حوالي 400 عضو على تعزيز مهنة الصيدلة من خلال إنشاء منتدى للمناقشة بين الأعضاء وتوفير المعلومات الدوائية وتشجيع الاستخدام الرشيد للأدوية، والشراكة مع الجمعيات المهنية الأخرى لتقديم خدمات صحية أفضل للجمهور. خرج مكتب التعليم بمديرية دبارو في 3 من نوفمبر 93 شابا من دورة تدريبية لمدة 3 أشهر في مجالات مهنية مختلفة، شمل التدريب العملي والنظري، تقنية الحاسوب، وتركيب نظام الطاقة الشمسية وشبكة الكهرباء والتصوير والمونتاج. وهنأ مسؤول خدمات التعليم بالمديرية المتدربين، موصيا إياهم بتطوير ميولهم الفنية والتقنية إلى جانب دراستهم الأكاديمية. وأوصى مسؤول التدريب المهني في مكتب التعليم بالمديرية الأستاذ يعقوب صقاي الخريجين لتطوير المعرفة المكتسبة بالعمل والجهد المستمر. كرمت مدارس عداء بيتو وفر السلام وأنباء طهرة ووارساي وبحت مسكرم المتوسطة في أسمر طلابها الذين حققوا نتائج متميزة في الامتحانات الوطنية للصف الثامن لعام 2023-2024. وقد تم في الحفل في 29 من أكتوبر الماضي ويومي 2 و3 من نوفمبر تكريم 192 طالبا حققوا نتائج أعلى من 80%. ودعا مديرو المدارس في كلماتهم الطلاب لاستخدام درجاتهم كنقطة انطلاق للعمل الجاد في رحلتهم التعليمية القادمة، وأولياء الأمور لمواصلة مراقبتهم وتشجيعهم. وذكرت مديرة مديرية عداق حموس السيدة صالحة محمد علي ورؤساء لجان أولياء الأمور بالمدارس إن النتائج الممتازة التي حققها الطلاب هي نتيجة لجهود الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. وقال مسؤول التعليم في المنطقة الجنوبية الشرقية في أسمر الأستاذ أبرهالي الرفايني إن مثل هذا التشجيع يرسخ المنافسة الشريفة بين الطلاب وأولياء الأمور الآخرين. في غضون ذلك تم عقد اجتماع ثلاثي بين أولياء الأمور والمعلمين والطلاب في مدرسة فرسلام الابتدائية والمتوسطة لتقييم نقاط القوة والضعف والقصور في العملية التعليمية. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. بدأت إندونيسيا وروسيا أول مناورات بحرية مشتركة بينهما في وقت يسعى الزعيم الجديد للأرخبيل الواقع في جنوب شرقي آسيا إلى تعزيز العلاقات مع موسكو، ويحافظ أكبر اقتصاد في المنطقة على سياسة خارجية محايدة رافضا الانحياز إلى أي طرف في النزاع الأوكراني أو في المنافسة
بين واشنطن وبكين. لكن الرئيس الإندونيسي الجديد برابو سوبيانتو الذي نصب حديثا تعهد أن يكون أكثر جرأة على الساحة العالمية وزار موسكو في يوليو لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وستجري التدريبات التي تستمر 5 أيام على مرحلتين في قاعدة بحرية في سورابايا وفي بحر جاوا وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأرسلت روسيا 3 سفن حربية من طراز كورفيت وسفينة ناقلة متوسطة ومروحية عسكرية وزورق سحب حسب ما ذكرت البحرية الإندونيسية في بيان الأسبوع الماضي. تسبب ثوران بركان ليوتوبي لاكي بشرق إندونيسيا في مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وإخلاء سكان قرى عدة. وكشفت وكالة إدارة الكوارث عن حصيلة الضحايا بعد أن ثار البركان مرارا خلال الليل. ولقي الضحايا حتفهم بعد أن احترقت منازل خشبية جراء الحمم البركانية. ويقع البركان في جزيرة فلوريس التي تعد وجهة سياحية، وقد نفث رمادا وحمما وغطت طبقة سميكة من الرماد أجزاء من قرى مجاورة، كما تسببت الحمم في حرائق. وأخلت السلطات 5 قرى تقع في محيط البركان وشملت عمليات الإجلاء آلاف السكان. وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في المناطق المتأثرة حتى 31 من ديسمبر، كما رفعت الوكالة الوطنية لعلم البراكين حالة التأهب إلى أعلى مستويات، وطلبت من السياح والسكان عدم التحرك داخل دائرة نصف قطرها 7 كيلومترات حول الفوه. ستعاني المدن الكبرى في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا من وطأة التغير المناخي بحسب تقرير جديد. ويحدد التقرير نسبة انبعاثات الغاز التي يجب على البلدان تخفيضها لتجنب الكوارث المناخية كالفيضانات وموجات الحرارة والأعاصير والإجهاد المائي. ويشير جاكو كوروشي رئيس قسم أبحاث الاستثمار المستدام العالمي في مجموعة لندن للاستثمار إلى أن المدن التي شملتها الدراسة، وهي مراكز عصبية للاقتصاد العالمي، تساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويقطنها 440 مليون شخص معرضة بشكل خاص لمخاطر المناخ. ويوضح أن الآثار المناخية بدأت تظهر مع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.3 درجة مئوية، وقد ظهرت في مدينة فالنسيا الإسبانية هذا الأسبوع مع الفيضانات المميتة التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص. عاد طاقم صيني مؤلف من 3 رواد فضاء إلى الأرض بعد مهمة في محطة تيانغونغ استمرت لأكثر من 6 أشهر، على ما أعلنت وكالة الأنباء الصينية. وذكرت الوكالة أن يي غوانغفو ولي كونغ ولي غوانغسو يتمتعون بصحة جيدة بعد هبوط كبسولتهم في موقع دونغ في منغوليا الداخلية. وكان رواد الفضاء ال3 وصلوا إلى محطة تيانغونغ في نهاية إبريل، وانضم إليهم في 30 من أكتوبر 3 رواد فضاء آخرين هم رجلان وامرأة تسلموا على مدى 5 أيام المهمة من الرواد الصينيين قبل عودة هؤلاء. وقد عادوا إلى الأرض بعد مهمة فضائية طويلة، وتعد محطة تيانغونغ الفضائية التي يتألف طاقم عملها من 3 رواد فضاء يتناوبون كل 3 إلى 6 أشهر درة تاج برنامج الفضاء الصيني. وتؤكد بكين أنها تعمل على إرسال مهمة مأهولة إلى القمر بحلول العام 2030، وتعتزم بناء قاعدة على سطح القمر. ختاما لنشرة الأخبار فيما يلي تذكير بالعناوين. رئيس أسفورقي يكرم الدراج حين حكم البرهان. مكتب الزراعة يناشد المزارعين بالتسارع في حصد مزارعهم. ورشة عمل للمصادقة على مسودة إنتاج السماد الطبيعي. انطلاق أول مناورات بحرية مشتركة بين إندونيسيا وروسيا. ضحايا وإخلاء قرى عقب ثوران بركان بشرق إندونيسيا. والتغير المناخي يهدد نصف المدن الكبرى في العالم. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.